السلام عليكم. فيديو جديد في نمبر 7 وحديث عن كاس افريقيا واللي حصل في ماتش مصر وموزمبيق. والحقيقه كلنا شفنا اللي حصل، وانا اصلا كان عندي ترتيبات للفيديو مختلفه خالص، ان انا اتكلم عن الكلاسيكو وان انا اتكلم عن مانشستر وتوتنهام. وقلت مصر تكسب 4-5-0 ونقول في بدايه الفيديو كده حاجه عن مصر وخلاص ونتكلم عن الباقي. ولكن نفاجئ ان احنا تعادلنا 2-2. لا ومش بس كده، مش مثلا خطفنا ولا حاجه في الدقيقه 90، لا ده احنا اللي خطفنا بضربه جزاء في الدقيقه 95. فانت متخيل احنا وصلنا يعني واصلين لايه. وطبعا كلنا شفنا ردود الفعل على الماتش. والحقيقه يعني ايه، انا هحاول اتكلم بموضوعيه زي ما اتكلمت على القايمه. وموضوع القايمه لو ما شفتش الفيديو تقدر تشوفه من هنا. ايه يعني الحقيقه انا حاولت اتكلم معاك بموضوعيه شديده جدا في موضوع القايمه ده. ما اعرفش هنجح اعملها دلوقتي ولا لا، ولكن انا همشي معاك في حدث الماتش ونشوف مين اللي غلطان، مين يتحمل المسؤوليه، ايه التاثير ده على البطوله ايه. فيعني تعالوا نشوف هنوصل ليه. تعال نبدا بالتشكيل. وروي فيتوريا نزل وقال لك ايه: محمد الشناوي، محمد هاني، عبد المنعم وحجازي ومحمد حمدي، حمدي فتحي، نني، زيزو، صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد. جميل. 4-2-3-1 او 4-3-3. وهنشوف حاسس الماتش كانت بتتغير ازاي. هل في مشكله في التشكيل ولا لا؟ في مشكله واضحه وصريحه، ومن قبل ما نشوف الماتش ومن قبل ما نعرف الاداء في الماتش، وهو محمد النني. ليه؟ محمد النني ببساطه شديده جدا ما لعبش ولا ماتش في الموسم غير الوديه اللي انت جبته فيها. محمد النني مش جاهز لا بدنيا ولا معنويا جاهز. محمد النني من 2017 واحنا بنتكلم في النقطه دي، وهي الحقيقه مش ركوب على الترند وخلاص، بس دي الحقيقه. محمد النني ما بيشاركش مع ارسنال، هيجي يعمل ايه هنا؟ وليه بيشارك اساسي؟ عايز تاخده كخبره يبقى على الدكه في اوضه اللبس، او ينزل يشارك معانا في اخر ثلث ساعه في الماتش ولا حاجه لما نكون كسبانين، او في اخر ثلث ساعه عموما في اي ماتش. يعني ينزل ينشط اداء، يتحكم في الريتم، يعمل اي حاجه. ولكن البدايه اساسي باستمرار مع كل المدربين ده امر غريب. نخش بقى في الماتش. اول ما دخلنا الماتش مش عارف ايه، هوبا 2 3 4 كده، ايه عرضيه محمد حمدي حلوه جدا، صلاح قلش، مصطفى محمد تكنيك عمرو زكي وعماد متعب، هوبا الهدف الاول. لما بتجيب الجول الاول في التوقيت ده بيبقى في حاجه من الاثنين ما لهمش ثالث: يا اما هتزود الغيره التهديفيه وتثبت ذات، وخصوصا انت في اول ماتش في بطوله وتخوف اللي حواليك، يا اما بتهدي الريتم ولكن متحكم في سير الماتش. يعني انت اللي معاك الكوره بس مفيش مجهود زياده، معرفش ايه، ومش مدي فرصه اللي قدامك، خصوصا اللي قدامك فريق تعبان. بعد كده قعدت 5 دقائق في 10 دقائق هدوء في الريتم شويه. موزمبيق ما بتعملش حاجه، احنا ما بنعملش حاجه، تريزيجيه شوط من بعيد، صلاح مش عارف برضه يحاول على المرمى، ما اعرفش ايه. الناس طبعا زهقت وقلبنا على الماتشات الثانيه وقلنا خلاص الماتش خلص وما اعرفش ايه. فوجئنا من الدقيقه 30 ان احنا بدانا نتراجع، وابتدى بقى رونالدو الباك الشمال بتاع موزمبيق اللي هو في اتلتيكو مدريد ده، وقدامه واحد اكتشفناه، وده انا بقول لكم هو هيبقى الفتره الجايه العين عليه، ما اعرفش بقى سواء في الدوري المصري او بره. الواد ويتي اللي جاب فينا الجول الاولاني، والوينج ليفت اللي هو الواد اللي هو الوينج ليفت اللي هو اسمه ويتي. لقيناهم فجاه عمالين ياخدوا في اللعيبه يمين وشمال. وهنا بقى جه التاكيد على نقطه محمد النني. ليه؟ منتخب مصر في الدقيقه 5 من اول الدقيقه 25 بدا يحول طريقه اللعب من 4-3-3 ل 4-2-3-1. وابتدينا بقى نشوف السويتشات اللي بين ايه صلاح وزيزو. لو اخدت بالك صلاح يروح ضامم لجوه وزيزو يروح هو وينج رايت. فده بيعمل ايه؟ بيخلي ان الستات اللي عندك محمد النني مراكز 6، يعني محمد النني وحمدي فتحي هما الاثنين على الدايره. فكده محمد النني هو اللي بيغطي مع مين؟ مع هاني وعبد المنعم، وحمدي فتحي هو اللي مع حجازي ومحمد حمدي. ايه اللي حصل في الدقيقه من بعد الدقيقه 30؟ ابتدينا نشوف ادوار هجوميه لحمدي فتحي، فابتدى محمد النني يتكشف في نص الملعب اكتر. ده غير التراخي والهدوء اللي حصل من لاعيبتنا طبعا. فده عمل ايه؟ خلى يعني اللي فضح محمد النني في الماتش ده الواد رونالدو وبيتي بسرعاتهم والحركيه اللي عندهم، لان محمد النني مش جاهز، بيتعدى منه بمنتهى السهوله هو محمد هاني. وعرضيات بقى ايه اشتغلت على الناحيه الثانيه، والتراخي وصل ان محمد حمدي برده ما اعرفش هل ده تراخي ولا اوف داي. التغطيه العكسيه سيئه جدا، اي حد بياخد عليه هدات، والشناوي بيتالق. فالشوط خلص، يعني ده كان ابرز حاجه في الشوط الاولاني. فطبعا اللي شفناه في الشوط الاول يقلق اي حد، خصوصا ان انت كمنتخب انت اللعيبه دي ما عندهاش كريدت وتواصل بين الجمهور وبعض. يعني اللي هو ايه، انت من 2017 ومن 2015 حتى بتحاول تجد هويه للمنتخب، وبتحاول تجد يعني ايه اللي انا كنت بتكلم عليه في وقت القايمه، انت بتحاول تجد لغه تواصل بين الاعلام والجمهور واللعيبه. ايه المبرر او ايه المبرر للتراخي اللي حصل بعد الجول الاولاني؟
ده المفروض دي الفرصه ان انا اثبت نفسي، ولكن حصل العكس. حسيت ان هو ايه، إن احنا مش عايزين نثبت حاجه لحد، الماتش خلص، احنا جايين نلعب على 1-0 وخلاص. والحقيقه في الشوط الثاني كان امر غريب من روي فيتوريا، زي ما انتقدناه في التشكيله وزي ما انتقدنا اللعيبه في الشوط الاولاني على الاداء والتراخي. فالحقيقه هو انت صبرت ازاي على اللعيبه دي الشوط الثاني؟ ازاي لحد الدقيقه 60 ما غيرتش نص الملعب ده محتاج يتفور. حمدي فتحي يعني مش في الفورمه، وادواره كانت غريبه على الماتش، يعني سايبه يهاجم وسايب النني لوحده، وحتى لو هو بيهاجم ولا هو بيدافع، والنني بدنيا مش جاهز، فعامل زي الكلب الحيران في نص الملعب. فانت دلوقتي ازاي صبرت على نص الملعب ده وانت عندك بره على الدكه مروان عطيه واسمه ايه ده وامام عاشور؟ ده على طول التغيير اللي يحصله طلع حمدي فتحي، طلع محمد النني، نزل مروان عطيه وامام عاشور. طبعا لقيت ان اللي قدامك يعني 11 فريق، ال 11 لعيب اللي معاك كلهم ميتين. جدد الدوافع، واكتر مكان بتحس فيه بالكلام ده هو نص الملعب، هو الدينامو، هو الربط بين الدفاع والهجوم. لان الهجوم كان فيه يعني علي مصطفى محمد كان بيديك ملامح، الدفاع يعني شويه عبد المنعم الحجازي كانوا كويسين في الشوط الاولاني على الاقل، لكن فانت كان محتاج تغيير في نص الملعب. فايه فوجئنا بعرضيه هوبا، واحد طلع بالحجازي وعبد المنعم هيد الهدف الاول. هل بقى نشوف تغيير؟ لا. جينا بعديها ب7 دقائق هوبا لقينا حمدي فتحي قدام، محمد هنيدي تايه في نص الملعب كالعاده، واحد بيخترق بالقلوب الدفاع، هوبا الجون الثاني. صدمه، وتبص على رياكشن اللعيبه اكنهم مش مصدقين ان في حد يجي فيهم اجوان من موزمبيق. وهي دي المشاكل الرئيسيه بتاعتي في الماتش، ان احنا نازلين الماتش شايفين ان احنا لوحدنا، احنا هنكسب ومش عارف ايه. هو ده حقيقه ان انت هتكسب موزمبيق، ولكن لازم يترجم لاداء، لازم يترجم لشراسه. انت ما وريتنيش الشراسه دي، ووريتني عدم الالتزام. لا وكمان مستغرب. واقول لك على حاجه، المسابقات افريقيا قربت، احنا دلوقتي حتى بقى لنا 3 ايام في البطوله، مفيش فريق قوي كبير كسب ماتش مستريح ما عدا السنغال. السنغال هو الفريق الوحيد اللي كسب ماتش مستريح، عشان السنغال بصراحه توب فوق، يعني السنغال فعلا هتحافظ على اللقب، هو المرشح الاول تاني. فمفيش مبرر اللي حصل ده. المدير الفني بره نايم، واللعيبه هو يا باشا مش حاطط في حساباته انه يخش في جول من موزمبيق. دخل فيه الاول، دخل فيه الثاني، منتظر ايه بقى بقيه الماتش؟ هرجله اهلي حسام البدري في الدوري المصري، يلا بقى طيار لنص الملعب وعرضيات واثنين مهاجمين، ارميني مروان محسن وكوليبالي جوه ولا مش عارف مين وخلاص. وبعد كده بقى افتكرت انك تنزل تغييرات، نزلت محمد هاني، نزلت قصدي عمر كمان مكان محمد هاني، نزلت اسمه ايه ده امام عاشور، ونزلت كوكا مكان زيزو وخلاص. سيناريو بقى اهلي حسام البدري 2017، اقعد اعرض في ال18، مش عارف تعمل عدد صح، مفيش حد عندك، يعني تحس ان انت فعلا يا جماعه السبب الرئيسي هي التعامل النفسي للعيبه في الماتش. هم مش مصدقين ان هم خسرانين من موزمبيق، هم مش مصدقين انه في الماتش ده بيعاني. عشان كده شفت اللي حصل، حد كان عنده امل ان مصر ترجع، هو ده كان الحال في الشوط الثاني. بعد كده جات لك ضربه جزاء بسبب مصطفى محمد، برضو الوحيد اللي كان مديك لمحه انه لعيب كوره. جاب ضربه جزاء بخبرته، حط رجله الاول، الواد الثاني عمل فينش بروك ليزنر في رجله، دخل صلاح حطها 2-2، الماتش خلص. حقيقه تعامل غريب مش مفهوم. ونرجع لنقطه في الشوط الاول، هو انت ايه الكريدت اللي عندك اللي يسمح لك بال80 دقيقه اللي انت عملتوهم دول؟ هل ده ليه مؤشر لنهايه البطوله؟ لا. انت ممكن تقلب الموازين خالص، وماتش زي ده ممكن لعله خير ان هو يعمل لك حاجه، ولكن هل المستويات في افريقيا قربت؟ وده بسبب تفصيله بسيطه جدا انت الوحيد اللي في القاره ما بتعملهاش. اي دوله من دول بيطلع عندهم واد عنده 15 سنه بيعرف يبص على الكوره ويستلم الكوره، بيسفروا بره، بيطلعوا بره. واي لعيب اتولد في دوله تانية غير دولته بيروح يحارب عليه عشان هو يجي يلعب مع منتخبه. عشان كده بقى قدامك منتخبات عندها فكر، حتى لو الكواليتي مختلف وانت احسن منهم طبعا، بس اللعيب بقى عنده فكر، مبقاش ساذج. انا شايف ان اول حاجه نعملها التعامل النفسي، تاني حاجه العدل في التشكيل. بس اتمنى الفيديو يعجبكم، والحقيقه يعني ايه، البدايه غير مبشره ولكن مش مقياس. ويلا سلام.